السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة تالتة شمين، أهلا بكم ومرحبا معانا في حلقة جديدة. أولا في بداية الحلقة أحب أقدم أحر التعازي لضحايا حادث محطة رمسيس أو محطة مصر يعني للسكة الحديد. وربنا رب يرحمهم ويتغمدهم يا رب برحمته ويدخلهم فسيح جناته يا رب. ويطمن اهالي الناس اللي بيدوروا عليهم على النت، اللي شفنا في ناس بتدور على اللي بيدور على مامته، واللي بيدور على باباه، واللي بيدور على اخوه، واللي بيدور على صاحبه على النت. لسه مش عارفين هم فين، ورب يشفي يا رب آه، الناس اللي في المستشفيات واللي بيتعالجوا، ويطلعوا يا رب سالمين غانمين يا رب لأهلهم يا رب، وردهم يا رب في صحة كويسة بإذن الله يا رب. يمكن احنا بس حبينا نعمل حلقة النهاردة. يمكن احنا كنا منقطعين كام يوم اللي فاتوا كده علشان خاطر الحادث طبعا ده، لكن حبينا نعمل حلقة علشان بس نكون معاكم مواكبة للأحداث اللي بتحصل وكده. ما يبقى انتوا دايما انتوا حملتونا مسؤولية ان احنا نعرفكم الأحداث اللي بتحصل رياضيا بتفاعلكم ومشاهدتكم وباشتراكاتكم في القناة. فدي مسؤولية علينا ان احنا نعرفكم الأحداث الرياضية اللي بتحصل. فحبينا بس نطلع معاكم فيديو قصير ان شاء الله، بس علشان نقول لكم اللي حصل. يمكن حصل هجوم شرس جدا على لاعبنا المصري محمد صلاح بعد الصورة اللي نزلها على الانستجرام بعد الحادثة بتاعة محطة مصر. فالناس كتير جدا هجموا عليه على الانستجرام. يمكن قبلها كان مقدم او كاتب على تويتر ان هو بيقدم خالص التعازي للشعب المصري، وبيترحم على ال يعني الضحايا اللي ماتوا، الله يرحمهم يا رب يعني. وبيتقدم بالامنيات الناس اللي هي في المستشفيات او كده، او المصابه، بان هم ربنا يشفيهم يعني يا رب سريعا يا رب، ويردهم لاهلهم سالمين باذن الله. فحصل هجوم شرس جدا لان هو نزل صورة بعدها بفترة قليلة، كان صورة مبتسم جدا يعني، كان مسترخي اعتقد على حاجة زي كنبة كده او حاجة، وكان مبتسم ابتسامة يعني كبيرة شوية. فالناس هجمته هجوم شرس جدا طبعا، لان الناس مش مستحملة بسبب اللي حصل. كلنا يعني عندنا كمية حزن كبيرة على يعني اخواتنا اللي توفوا طبعا، يعني ده قضاء وقدر والله يرحمهم يا رب. فالناس طبعا هجمته، والناس شتمته. يعني تحول الموضوع من محمد صلاح لو حد كان اتكلم عليه مع اي حد مصري كان بيبدأ يهاجمه، لان بدأت الناس اصلا تهاجمه. فطبعا طلع فئة من الناس بتهاجمه وفئة من الناس بتدافع عنه. احنا مش عارفين ايه الصح بصراحة. يعني هل هو زي ما الناس بتقول ان هو كان زي ما يكون مجدول بوست عامة عشان ينزله، او صور عشان تنزل باستمرارية، لان هو يفضل مستكمل تفاعله مع الجمهور، فالصورة نزلت لوحدها؟ ولا زي برضو ما يقال ان في ناس تانية او ادمنز ماسكين صفحاته، سواء تويتر سواء انستجرام سواء فيسبوك، فهم اللي بيتارجتوا وبينزلوا الصور، وان الادمنز دول مش شرط كلهم يكونوا مصريين، في منهم مصريين، وفي منهم مثلا من نادي ليفربول، برضو دي مش معروفة. ولا هل هو اللي منزلها بنفسه؟ يعني كل القصص دي يعني احنا اللي الملخص ان من الاخر لو مش هو اللي منزلها فخلاص، يعني اتمنى نوقف هجوم عليه. يمكن هو المفروض محمد صلاح يطلع يدافع عن نفسه، او يتكلم عن البوست، او حتى لو هو اللي منزل الصورة يعتذر للشعب المصري، لان دي يعني تعتبر سقطة للاعبنا محمد صلاح، وما كناش نتمنى ان هو يعمل حاجة زي كده لو هو اللي قاصد. اتمنى بس ان محمد صلاح يطلع يوضح لجمهوره اللي حصل، هل ده مقصود ولا غير مقصود. لو مقصود كل الناس بتغلط، بس اطلع اعتذر للشعب المصري. لو مش مقصود اطلع برضو برر الموقف. فده بس اللي حبينا نقوله، ان مش شرط نهاجم وخلاص او ندافع وخلاص، لازم نلاقي دليل ان احنا نهاجم بيه محمد صلاح، او دليل ان احنا ندافع عن محمد صلاح. ومش شرط يكون في هجوم. احنا كل قصة هو نزل صورة، طبعا لو هو اللي منزلها زي ما نقول كلنا زعلانين، ودي سقطة لمحمد صلاح وما نتمناهاش ان هي تتكرر تاني ابدا. ولو مش هو اللي قاصد خلاص. لكن انا برضو عملت فيديو صغير جدا كده. يمكن الناس تقول لك ايه لازمة الفيديو كله لازمته ان بلاش يا جماعة نهاجم حد من غير ما يبقى في دليل.
دي القصه كلها. احنا لقيت هجوم شرس على محمد صلاح، انا مش بدافع عنه والله خالص، بس انا بقول انا بعتب عليه ان هو المفروض يطلع يكلم جمهوره ويقول يا جماعه انا مثلا نزلت الصوره، انا اسف جدا ما كانش قصدي، او انا لا ما نزلتهاش، ده ادمن عندي من الادمنز الموجودين وهو اللي نزلها، وانا مثلا هعاقبه او مثلا هكلمه او ايا كان، ويعتذر للشعب المصري. يا رب تاني يرحم الناس اللي ماتت كلهم، ويتغمدوا يا رب برحمتهم يا رب، ويصبر اهلهم وذويهم، ويعني كل اخواتنا اللي ماتوا دول الله يرحمهم يا رب، وكل الناس اللي في المستشفيات ربنا يا رب يشفيهم ويعافيهم يا رب، ويرجعهم لاهلهم سالمين غانمين يا رب. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في حلقه جديده باذن الله من برنامجكم التالتة شمين. كان معاكم اخوكم عمرو عاطف، السلام عليكم.